اللي هيخرج من حفرة غويطة عمقها 5 متر هيكسب 100,000 دولار، وكل واحد مسموح له ياخد معاه حاجة واحدة بس، واللي هيطلع أسرع هو الكسبان. بوب نزل الحفرة واختار ياخد معاه موبايل، قعد يحفر بيه في الجدار، بس الموبايل كان صغير وبيتزحلق من ايده والحفرة ضيقة. وبعد 20 دقيقة تعب واستسلم وانسحب من التحدي. بعده جه دور توم اللي أخد معاه معلقة، وبما ان التراب كان ناعم فالحفر كان سهل. قعد يعمل زي سلم في زاوية الحفرة ويرمي التراب تحته ويقف عليه لحد ما طلع في 30 دقيقة. أما جاك فكان ذكي، أخد معاه كليكين مجرفتين غرزهم في جدار الحفرة واستخدمهم زي درجات السلم وتسلق عليهم وخرج بسهولة في دقيقة واحدة بس، وكان شكله هو اللي هيكسب. بعد كده جه دور مايك بالدراجة بتاعته، فككها وحطها جنب الجدار وطلع عليها وبدأ يحفر، بس التراب انهار عليه وسقط. جرب تاني ونجح وطلع بعد حوالي ساعة كاملة. في النهاية جه دور لي وكان داخل وهو واثق في نفسه وقال أنا أذكى واحد فيكم. نزل الحفرة وهو إيده فاضية ومش معاه أي حاجة، وبص حواليه ملقاش حاجة يتمسك بيها. فكر شوية وبص للمسافة بين الجدران وعرف إنه يقدر يتسلق باستخدام إيديه ورجليه بس بالضغط على الحيطين، وفعلا بدأ يتسلق بهدوء وخرج في 3 دقايق بس. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.